أهمية السوائل في رمضان ليكي وأنت حامل. لو أنا وأنت اتفقنا إنك هتصومي أثناء رمضان يبقى مهم جدا السوائل بتاعتك وخصوصا المية من الفطار للسحور. هنضيف ليهم العصائر الطبيعية اللي ما فيهاش سكر والشوربة والألبان، وهنتجنب تماما شرب السوائل اللي فيها كافيين لأنها مضرة للبول. فأكيد دلوقتي أنت محتاجة تشربي يوميا من 3 ل 4 لتر من السوائل خصوصا المية لتجنب الجفاف. وما تجيش طول النهار ما تشربيش مية وتجمعي كل المية بتاعتك أثناء السحور عشان خاطر دي هتنزل أنت مش جمل. وجباتك كمان تكون مقسمة لوجبات كتيرة أثناء فترة الفطار لتجنب الجفاف وتجنب الانتفاخ. طبعا عشان تتجنبي عسر الهضم زي ما احنا متفقين هنتجنب الوجبات الدسمة أثناء فترة الفطار. فأثناء فترة حملك بتحتاجي لرفع المناعة عندك، ده بيتم من خلال تناول الأطعمة والمشروبات والمكملات اللي فيها الحديد والكالسيوم والفيتامينات، وده مفيد ليكي في أثناء حملك وطبعا ما بعد الولادة. احنا صايمين دلوقتي فتجنبي الأنشطة المرهقة في البيت، تنظيفة العيد مش انت اللي هتعمليها. وطبعا لو في شمس جامدة وارتفاع في درجات الحرارة تجنبي التعرض المباشر ليها. احنا زي ما اتفقنا واتفقت مع أي حامل لو حسيتي بتعب وإرهاق لازم تفطري. فمتابعتك المستمرة والاطمئنان على ضغطك أثناء فترة الصيام وأثناء فترة رمضان مهمة ليكي ولجنينك. لا قدر الله حصل دوخة أو ترجيع مستمر ساعتها لازم تلجأي لطبيبك. كل سنة وانت طيب.